بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الأخوة الأحباب، هذه الحلقة الأولى بعنوان الذبيح. من هو؟ من هو الذبيح؟ الذبيح هو سيدنا إسماعيل عليه السلام، وهو جد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فإسماعيل عليه السلام هو أبو العرب. الله سبحانه وتعالى جعل من نسله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ما هي قصة الذبيح؟ سيدنا إبراهيم عليه السلام عاش في فلسطين التي كانت تسمى أرض كنعان، وعاش فترة طويلة من الزمن ومعه زوجته سارة. ثم هاجر سيدنا إبراهيم عليه السلام ومعه سارة إلى مصر، وتقابل مع ملك مصر، وملك مصر أهداه جارية فتاة تسمى هاجر. عاد سيدنا إبراهيم ومعه سارة ومعه الجارية هاجر، وعادوا جميعا إلى فلسطين، إلى منطقة الخليل. ودخل سيدنا إبراهيم بهاجر فأنجبت له إسماعيل، وإسماعيل كلمة معناها المسموع من الله تبارك وتعالى. وكانت سارة عقيما لا تلد، والله سبحانه وتعالى من حكمته أن أمر إبراهيم عليه السلام أن يأخذ هاجر وابنها إسماعيل وأن يسافر بهما بعيدا إلى أرض فاران، أي أرض العرب، عند مكة، عند البيت الحرام. فإبراهيم عليه السلام نفذ أمر الله سبحانه. والسؤال هنا: كيف صار إبراهيم عليه السلام هذه المسافة الطويلة ومعه الغلام الصغير الطفل حديث الولادة وأمه؟ والإجابة أن سيدنا إبراهيم عليه السلام كان يركب البراق، وكان معه سيدنا جبريل دليل يهديه في خلال هذا الطريق الطويل. وصلوا جميعا إلى هذا المكان القفر بجوار بيت الله الحرام، الذي كان عبارة عن تلة مرتفعة تغطيها الرمال. فترك هاجر وإسماعيل تحت دوحة، أي شجرة، في هذا المكان، وترك لهما سقاء فيه ماء وجرابا فيه تمر. ثم اتجها إلى الشام راجعا، فتجري خلفه الأم وتمسك بثيابه من خلفه وتقول له: إلى أين أنت ذاهب يا إبراهيم؟ فيقول: إلى الشام. فتقول: الله أمرك بهذا؟ فيقول: نعم. فتداركت وقالت: إذن لن يضيعنا، وعادت إلى مكانها. وتوجه إبراهيم قافلا إلى الشام، فلما مر على تلة مرتفعة جلس خلف هذه التلة ونظر ناحية زوجته وابنه، ودعا الله سبحانه وتعالى وقال: رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات. كانت هذه دعوة إبراهيم عليه السلام لهذا الطفل الصغير ولأمه وللناس الذين سيأتون لتعمير هذا المكان. وتوجه إبراهيم عليه السلام راجعا إلى الشام. هذه هي قصة الذبيح إسماعيل عليه السلام،
ونستكملها بعون الله سبحانه وتعالى في مرة قادمة، وندعو الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى اللهم على